للتوضيح فقط، وإلى بعض الناس المريضة اللي حبت تطلع تكسب مشاهدات على ظهر المغرب والأمازيغ. يا حبيبي، إذا أنت جاهل وما قريان التاريخ وما تعرف شيء عن التاريخ فهاي مشكلتك. وإذا حبيت تعرف قبل لا تتكلم، روح شوف التاريخ وأقرأ التاريخ وعرف بعدين تعال تتكلم. اللي يطلع ويتكلم عن هذا الفيديو ويقول هذول المغاربة فضحوا العرب وفضحونا احنا العرب وشوهوا سمعتنا وما بعرف شو. اولا يا مريض، هذول مو عرب، هذول امازيغ. الامازيغ يعني شمال افريقيا بالكامل، المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا. طبعا تحية كبيرة للامازيغ اينما وجدوا. وهذا الشيء اللي يسوونه هو احتفال بعيد الاضحى، واسمه عندن عيد الجلود. هم يلبسون هاي الجلود بعد ما يذبحون الأضاحي، ويروحوا يوزعوا اللحم على الفقراء. تمام. كان يرتدوا هاي الجلود لما يروحوا يوزعوا اللحم على الفقراء، لحتى الشخص الفقير اللي عم ياخذ اللحمة ما يعرف منه اللي عطاه، لحتى ما يشعر بالإهانة. تمام. لأنه رب العالمين أمر بهذا الشيء، إنه لازم إيد اليمين ما تعرف إيد اليسار شنو عطت، أو إيد اليسار ما تعرف شو إيد اليمين عطت. تمام. مو مثلك أنت يا مريض، لما بدك تروح تعطي أو بدك تسوي صدقة وتوزع شيء لشخص فقير، لازم تفضحه بالسوشيال ميديا وتصور وتعمل وتخرب الدنيا أنك أنت عطيته، لازم تفضحه. تمام. عرفت شنو هي طقوسهم وليش هي الطقوس تبعهم؟ وهاي العادات والتقاليد عندهم متوارثة عن الأجداد وإلها تاريخ قديم وعريق. تمام. يعني عاداتهم وتقاليدهم مثل أي قبيلة عنا بالوطن العربي أو وين ما كان. يعني عادات وتقاليد مثلهم، بالعكس هم ما طلعوا عن ملة الإسلام، يعني هم ضمن نطاق ملة الإسلام، وكانوا يسووا هذا الشيء لحتى مثل ما فهمتك أنه لحتى الفقير ما يحس بالإهانة، ما يعرف مين اللي أعطاه. تمام. السترة، يسووا هذا الشيء هم من أجل السترة. عادات وتقاليد قديمة، مثل أي قبيلة بالوطن العربي عندها عادات وتقاليد. مثل الأكراد لما يحتفلون بعيد النيروز يسوون أكثر من هذا الشيء تماما. الدروز عنا يسوون أكثر من هذا الشيء. تمام. الدروز في الليل في عندهم أعياد يطفون الضوء، وكل واحد يدخل بالثاني، يعني عادي ممكن واحد يدخل بأخته لأنه ما يعرف مع مين يداخل هو. هي عندهم هي الدروز. الشيعة عندهم عادات وتقاليد وطقوس يمارسونها. الشيعة طلعوا عن ملة الإسلام، يعني الشيعة بتصرفاتهم طلعوا عن ملة الإسلام. الشيعة لما يجي يضرب نفسه بالعصي والحديد، هذا عم يندب نفسه، لأنه هم اللي قتلوا سيدنا علي والحسن والحسين، هم يندبوا نفسهم على هذا الشيء. تماما. فأنت لا تجي تحط لي موقف على ناس أنت ما تعرفش تاريخهم. فروح أقرأ تاريخهم يا جاهل، روح أقرأ التاريخ. وأنت اللي طالع تتكلم عنهم وتقول عبدة الشيطان وشوهوا سمعة الإسلام، حبيت أقول لك إنه الأمازيغ في المغرب هم أكثر الناس محافظين على الإسلام، هم أكثر الناس حافظين للقرآن الكريم. الأمازيغ في المغرب هم أكثر الناس محافظين على الدين الإسلامي. وللتنويه فقط، أحد أشهر الأمراء الأمويين واللي هو عبد الرحمن الداخل كانت أمه أمازيغية من المغرب. وبالنسبة لموضوع الأغنية اللي نوضعت على الفيديو لحتى تثير الشغف، هي أحد الناس المريضة وضعوا هاي الأغنية بس لحتى يثيروا الشغف ويجيبوا المشاهدات على الفيديو. طبعا هم عندهم عادات وتقاليد وتراث. الموسيقى الأساسية هي هذه، تفرج عليها. هذا تراث وعادات وتقاليد متوارثة عندهم من قديم الزمان، أقدم من تاريخك المعفن، وأقدم من تاريخ أجدادك اللي ما عندهم أصول. فإذا عندك في بثمك كلمة ابلعها، لأنه الأمازيغ في المغرب هم من وصلوا الإسلام لأوروبا، هم أكثر الناس محافظين على الدين الإسلامي وحافظين للقرآن. عرفت مين هم المغاربة ومين هم الأمازيغ؟ هذول هم الأمازيغ والمغاربة اللي يرفع بيهم الرأس، هذول هم اللي حافظوا على الدين الإسلامي عندهم.
وانت اللي قاعد تتكلم لي على الإسلام، قبل ما تتكلم على الإسلام وتعرف تاريخ الناس والبشر، روح شوف أمك وأختك ومرتك اللي طالعة بالسوشيال ميديا ترقص، وطالعة بالشارع بلباس تخجل تطلع فيه قدام أخوها، أو تخجل تطلع فيه قدام ابنها، وهي طالعة بالشارع ولا بالسوشيال ميديا ترقص بلباس عيب، والله العظيم عيب. ويطلعوا يتكلموا على الإسلام وتقول لك إسلام وأنا مسلمة وروح تكلم عن هذول، روح تكلم عن هذول هم اللي شوهوا سمعة الإسلام. تحية للأمازيغ أينما وجدوا وأينما حلوا، وتحية للمغرب كامل من طنجة للقويرة. تحية للمغرب ملكا وشعبا وأرضا، ودايما مغرب ودايما سوري، وأعشق المغرب وأفتخر.